Bloody Mary. أسطورة بلودي ماري هي واحدة من أكثر الأساطير الشعبية رعبا وشيوعا. بتدور حول شبح امرأة يقال إنها بتظهر بالمراية لما تستدعيها بطريقة معينة. ما في مصدر واحد لأصل هالأسطورة، ولكن في عدة نظريات حولها. النظرية الأولى بتقول إنها كانت ملكة إنجلترا في القرن 16، عرفت بلقب بلودي ماري لأنها كانت بدون رحمة وأمرت بإعدام عدد كبير من البروستانت بفترة حكمها. أما الأساطير الحضارية بتقول إنك إذا وقفت قدام المراية مظلمة وغالبا بالحمام وقلت اسم بلودي ماري 3 مرات أو 13 مرة رح تظهر لك روح امرأة مغطاة بالدم، ويقال إنها يمكن تصرخ عليك بطريقة وحشية ومخيفة، وممكن تجرحك بأظافرها وزجاج المراية أو حتى تسحبك لداخل المراية. في ناس بيقولوا إنه بلودي ماري هي ساحرة أعدمت وعادت لتنتقم من يلي عم يستدعي روحها، وناس بتقول إنها بنت مريضة انتركت لتموت ورجعت بروح غاضبة. ولكن الشائع بأسطورة بلودي ماري هي يلي رح احكي لكم اياها. بدك تعرف اكتر؟ لا تتردد كمل معي، واذا عجبتك لايك وشير. معكم سلوم يلي رح ياخدكم لعالم الرعب والخوف، ويلا نبدأ. من زمان كتير وبعام 1816 كان في بنت اسمها ماري. كانت حلوة وهادية ومحبوبة، ساكنة بضيعة صغيرة بأطراف المدينة. ماري حبت شاب غريب مرق من الضيعة، حبته من قلبها، ويوم عرفت إنها حامل تركها واختفى كأنه تبخر. الناس بالضيعة وقتها ما رحموها وصارت سمعتها بالأرض. ولدت ماري صبي وكانت طايرة من الفرحة، وقالت إنه رح يكون أنيس وحدتها. وما مر يوم إلا إجوا أهل الضيعة طرقوا الباب بنص الليل، أخذوا ابنها بالقوة وقالوا لها هاد ابن حرام وما لازم يعيش. صارت تبكي وتترجاهم ما ياخدوا ابنها، ولكن رجل دفشها ووقعها على الأرض وصار يضربها بقوة ويقلها هاد الولد عار علينا. أخذوا الطفل على الغابة، حفروا حفرة صغيرة وحطوا الطفل وزتوا التراب فوق صراخه. بقيت ماري أيام تدور على ابنها وما كان حدا يرد عليها، لحين ما ماري فقدت عقلها وصارت توقف على المراية مثل المجنونة بالساعات، وعيونها مفتوحة وإيديها ممدودة وهي عم تردد عطوني ابني عطوني ابني. لحد ما بيوم لقوها كاسر المراية وواقعة جنبها وميتة. وهلأ تعالوا معي نسمع قصة سارة وتجربتها مع بلودي ماري. سارة بنت مراهقة جريئة. بيوم من الأيام بالمدرسة سمعت رفقاتها عم يحكوا وهن خايفين عن لعبة بلودي ماري. قالت لهم بسخرية هذا الكلام عبارة عن أسطورة وما له أساس من الصحة. ولكن رفقاتها حكولها قصص كتير عن أشخاص أصيبوا باللعنة، وإنه هي اللعنة سببها بنت اسمها بلودي ماري. أخذوا ابنها منها دفنوه وهو عايش. ولكن سارة ضلت مصرة على إنه هذا الكلام مجرد خرافات قديمة تافهة. منشان تثبت كلامها قالت لهم بنبرة تحدي أنا مستعدة إني جرب اللعبة قدامكم منشان اثبت لكم انها خرافة. وبنفس الليلة اجوا رفقات سارة على بيتها، وهنيك دخلوا الحمام. وقفت سارة مع شمعة مشتغلة امام المراية وصارت تردد بصوت واضح بلودي ماري بلودي ماري بلودي ماري. كررتها عدة مرات وختمتها بعبارة لقد أخذت طفلك منك. مرت عدة دقائق وما صار أي شيء، فقالت سارة بسخرية ما قلت لكم إنها خرافة سخيفة؟ وصاروا يضحكوا على غبائهم. وبعد ما غادروا رفقاتها راحت سارة على سريرها. كانت فخورة بنفسها
لأنه رفقاتها مدحوا شجاعتها. غطت سارة بنوم عميق، وبالحلم شافت سارة امرأة شابة بشعر أحمر وملامح شريرة واقفة جنب سريرها. كانت عم تطلع على سارة بغضب وتقلها: أين طفلي؟ أعيدي إلي طفلي. وبعدين هاجمتها بشراسة وجردها من على السرير، وصارت تجرها من شعرها بأرجاء الغرفة وهي عم تصرخ: أيتها المتباهية المغرورة، ستنالين ما تستحقين. وصارت تحاول تسحبها لداخل المراية، وكانت سارة عم تصرخ وتقاوم بكل قوتها. وفجأة صحيت سارة مفزوعة من نومها. تمتمت: الحمد لله مجرد كابوس. ولكن القصة ما خلصت هون. بالأيام التالية بدأت عائلة سارة ورفقاتها يلاحظوا عليها تصرفات غريبة. كانت عم تحكي مع حالها كتير، أحيانا تبكي بحرقة وأحيانا تضحك بهستيرية، وكانت تقول إنها عم بتشوف وجه شرير عم يطلع فيها بغضب. وبعد أسبوع كان عيد ميلاد سارة، عملوا إلها حفل كبير، وبعد ما خلصت الحفلة طلعت على غرفتها، وكان هذا اليوم آخر مرة بيشوفها حدا. اختفت سارة نهائيا عن الوجود، وما حدا بيعرف شو يلي صار. كان كل شي بالمنزل سليم وعلى حاله ما عدا مراية الحمام، كانت مكسورة. ويقال إنه بلودي ماري بعد ما تسحب ضحيتها معها لداخل المراية بتكسرها منشان ما تقدر ضحيتها من الهرب والعودة. واحدة من رفقات سارة أخذت إلها صورة أثناء إطفاء الشموع بعيد ميلادها. الصورة مالها واضحة وبتظهر فيها سارة بالعتمة. المرعب بالصورة هو انه كل يلي بيحدق فيها حوالي 20 ثانية، وتحديدا على انف سارة، وبعدين بيرفع راسه بسرعة ويطلع على الحيط، رح يشوف وجه امرأة عم تنظر له بغضب، شعرها احمر. الصورة انتشرت على الانترنت، ناس كتير شاهدوا الصورة وقالوا انهم شافوها على الحيط. وهي انا رح اعرض لكم الصورة لتتأكدوا بأنفسكم، واعطوني رأيكم بالتعليقات. أوبا.